واو. مم. واو. اوف الريحة شباب. تعرف لما تيجي تحط راسك ببهارات تشم الريحة لهون وصلت قد ما هي قوية. هل نكهات برينجز الجديدة الحارة لذيذة أو خايسة؟ خلينا نقيم النكهات من 0 ل10. شو أطيب نكهة وشو أخيس نكهة. السلام عليكم، هلا والله. لا تنسى لايك اشتراك إذا كنت جديد. فيديونا اليوم راح يكون تقييم 5 نكهات من نكهات برينجز الجديدة الحارة كليا. خلينا نرتب النكهات. شو أطيب نكهة وشو ألذ نكهة من أسوأ نكهة. خلينا نروح على أول نكهة معنا. وأول نكهة معانا نكهة الحار والليمون، النكهة المكسيكية. خلينا نشوف أول نكهة معنا. بسم الله. مثل ما انتم شايفين الحبة مليانة حمارة، بهارات، حركات. اوف الريحة شباب. تعرف لما تيجي تحط راسك ببهارات تشم الريحة لهون وصلت قد ما هي قوية. مبدئيا بسم الله. الحار والليمون. تقييم النكهة 8/10 بكل رياحة وسلاسة. نكهة لذيذة برجع بجربها أكيد. أول نكهة معانا 8/10. النكهة الثانية معانا نكهة المشوي، السموكي باربيكيو مشاوي. خلينا نشوف هل نكهة المشاوي لذيذة وتستاهل التجربة. بسم الله. شكل الحبة أخف طبعا من هذيك، ما عليها شيء أحمر. ريحة المشاوي اللي بتكون بالشيبس. بسم الله. طعمة الحبة طبعا هي حارة. أول ما تاكل بتحس فيه مثل السكر، مو سكر شباب، طعمة حلاوة، حلا. فيعني معطي ميكس حلو وحار. ما بعرف شلون مو وصلت لك حبيبي والله. فكمان لذيذة. تقييمها 7/10. أما النكهة الثالثة معانا نكهة الحار والسبايسي، يعني نكهة حار مع بهارات. خلينا نشوف. حار وبهارات لازم تطلع جبارة هاي النكهة. بسم الله. اوه مبدئيا هاي لحد الان احر لون، يعني اغمق لون، احمر لون. اتريني حمار. اوف ريحة البهارات يا شباب غشمي فاتت. شايفين هاي لحد الان لما عملت هيك بدي اريل شوي شباب، يعني قد ما هي الطعمة مبينة جبارة. واو. واو. ما توقعت الصراحة. الحار والبهارات شباب هوت اند سبايسي جبارة. تقييم بكل رياحة وبرجع بجربها كل ما بدي. كل ما اشتريت برينجلز 9/10. واو. جربها انت وغمض عيونك. 9/10. نكهة الشيبساي شباب اول ما تاكلها نكهات غريبة، في شوية حموضة جاية جبارة جبارة. 9/10. النكهة الرابعة معانا نكهة الحار والجبنة. خلينا نشوف. بسم الله. لحد الآن هاي أقل لون فاتح جاية. الريحة ريحة طعمة الجبنة أكيد، يعني ريحة جبنة. صراحة لذيذة. تقييم 7/10. انه مش كثير واو الصراحة. 7/10 عادية الطعمة. برجع بشتريها او برجع بجرب هاي النكهة؟ لا مش طيبة الصراحة. انه مش واو، مش مستاهل ادفع عليها مبلغ. معروفة شيبسي برينجز غالي شباب، مش مستاهل ادفع هذا المبلغ كله. اخر شيء اجيب طعمة جبنة وحار ومش يعني نكهة واو. فهمت علي شلون؟ في شيبسات محلية بنكهة الجبنة والحار اطيب من هاي. فتقييم اعطيه 7/10. اما النكهة الاخيرة نكهة الجبنة والبصل. يا عيني الجبنة والبصل. ريحة في ريحة هيك مثل ما فيش ريحة محددة. خلنا نشوف.
واو والله لذيذة. شيز اند اونيو، جبنة وبصل. محبين البصل بالشيبسي هاي راح تعجبكم كثير 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 طيبة الصراحة. تقييم 8/10 بقيمها. برجع بجربها بس مش مثلا كل اسبوع، لا مثلا كل اسبوعين اجى على بالي نكهة جديدة بجيبها. تستاهل التجربة. فهمت علي شلون؟ 8/10. هلا بنروح لتقييم مين اطيب شيء لأسوأ شيء. لا تنسى اللايك والاشتراك اذا وصلت لهون. اول نكهة معانا بتفوز بتقييم 9/10 بسلاسة وراح تعجبك، جربها على مسؤوليتي. هاي النكهة، نكهة الحار والبهارات. نكهة طيبة لذيذة، فيها طعم حار، فيها حرورة. الحرورة موجودة بالشيبسي متوسطة شباب، والبهارات معطية ميكس حامض على حلو على حار على نكهات غريبة كثير لذيذة الصراحة. بتستاهل 9/10. أول نكهة معانا. النكهة الثانية أخذت ترتيب ثاني، جربها لذيذة. نكهة الحار والليمون، نكهة حلوة لذيذة تستاهل التجربة. المركز الثالث معانا نكهة البصل والجبنة. جربها لذيذة كمان. مثل ما قلت لك مثلا مو كل مرة، يعني كل ما تشتهي كل فترة وفترة بغير النكهة عن الحار، فتكسر شوي عن الحار. لذيذة. أما النكهتين هذول شباب، نكهة المشاوي ونكهة الجبنة والحار، نكهات عادية مش واو يعني. مش مستاهل تدفع هذا المبلغ كله لحتى تجيبن. في عندك محلي أطيب منهن بكثير هذول النكهتين. وصلنا هون لنهاية الفيديو. لا تنسى اللايك والاشتراك لأنه سلسلة جديدة جاية جبارة. عم استنى لحتى أكبر قناتي. بكرة راح تشوفوا سلسلة راح تكسر اليوتيوب. السلام عليكم.